هاي السمكة الحرة الحقيقية الأصلية، شغل الساحل من الآخر. خير الله روايح، خير الله طعمات. شو السمك؟ شو نوع السمك؟ هلا هون عندي أنا سمك الجاج أو الدنيس أو السي بريم اسمه. يعني هذا المتوفر هون أنا جبته، هذا يعني ما نو غالي كتير ولا نو رخيص كتير. هو أصول السمكة الحرة بالسمك الكبير مثل الرملة. بيقطعوها للسمكة قطع كبيرة وبيقلوها بالزيت أو بالسمنة، بشيلوها على جنب، بعدين بيغمسوها مع صوص السمكة الحرة. أول شي بدنا نشقهم شوي ونملحهم شقة صغيرة هيك بالسكين. طيب هلا بدنا نملحهم ونتركهم شغلة 10 دقايق لتنزل ميتهم كلها وبنرجع نشوفهم. الزيت حامي اكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. نزله هيك على هنا. بدكم تنتبهوا كثير، السمكة مهم جدا اول ما بتحطوها بالزيت ما تلقوها، ما تحركوها، اتركوها. اذا حاولتوا تشيلوها تحركوها بتلزق، بصير الجلدة بألف سفل الطنجرة واللحم لوحده بجهة تانية. يلا على مهلكم نقلبهم على الوش الثاني هيك حاجته بزيادة مر. تمام ممتازين. شايفين هاللون هالقرمشة؟ هذا اللي بدنا اياه. هلا بدنا نبلش بصوص السمكة الحرة. اهم شيء دبس فليفلة حرة، خير الله توم، يعني هدول شيء 3 رؤوس توم تقريبا مثل ما شايفين، كتير مشوي. نحط هالتومات، شوية كزبرة يساعدونا بالداء، شوية ملح. هلا هيك خلص التوم مثل ما شايفين، خشن شوي ما ناعم على الاخر. بلش الدلال، زيت زيتون او سمنه بلدي، سمن حيواني. خلصنا من الزيت النباتي وهالقصص كلها. يعني شغله دقيقه، ما بدي احمسهم كثير على الاخر، بس بدي اروح انا الثوم الني هالنكهه تبعه النيه مشان يطلع لي طعمات اكثر. يا سلام على الريحة، يا سلام. معلقتين مثل ما قلنا كزبرة ناشفة، معلقتين كبار، وعندي هون أنا تقريبا 3 معالق كبار حرة، دبس فلفلة حرة. بشوحهم شوي صغيرة. بتعرفوا انتم هالروايح كلكم مجربينها، وهالروايح الحلوة اللي بتطلع هلا. عليهم بسم الله المي، تقريبا شي لتر ونص. معلقة كبيرة كمون، ومعلقة صغيرة 7 بهارات كمان بنزتهم فوقهم مثل العادة. خير الله ملح، يعني شي معلقة. بتركهم يغلوا شوي مثل ما قلنا ليعقد الصوص ينزل حجمه شوي. بعدين بدي احط السمكات فيه، نرخل شوي. سلام هيك بنعمل بنسقيها بهالصوص الحلو. شوية جوز، هذا بنفس الوقت كأني عم بشوي، بفرطه شوي للجوز، وزعه بهالشكل على وشها وعلى شو اسمه وعلى الفرن. هي طريقة أنا بعتمدها كتير، بس شو بضعف الحرارة من فوق ومن تحت أقوى. ليش؟ مشان ما بدي ينشوي على الآخر ويحترق وش السمكة. الطريقة الثانية هون بعد ما عقد عندي الصوص وتكثف مثل ما شفنا، شلنا منه قصة حطيناه بالفرن مسا هيك. وهي رفيقتها السمكة الثانية كمان بنغمسها، بنخليها شو تشرب الصوص. دقيقتين 3 بنقلب السمكة مشان اللحم يمتص هالصوص. هذا ربع ساعة بالكتير. إذا عندكم مشكلة بموضوع قلبها، بتخافوا تفرط معكم أو شيء، ما بدها شيء، بس تاخذوا شوي من الصوص تدلقوا عليها هيك كل دقيقتين 3. شايفين هالثوم وهالكزبرة كله عم يفوت على قلب اللحم. رح نخلص روايح عبة البيت. خير الله الجيران رح يجوا يطلعوا للبيت يقولوا شو عم تعملوا. أكل طيب. عصرة الحامض اللي قلنا حسب الطلب أو حسب الرغبة، أنا بفضل آخر الشيء. هلا هون شايفين غليت صار لي 10 دقايق ربع ساعة بعد ما قلبنا السمكة، بس عصرة صغيرة حامض على الخفيف. خالصين بس وسلامتكم. لا سمنة بلدية أكيد كويسة، نوع كويس. نحط هالجوز. يا سلام شرباني كل هالرزق والعز، ما تخلوا شيء ابدا. بدأهم فوقهم. الله الله الله.
تاخدوا كمان اهم شيء هالشغلات الحلوة، هالصوصات. يا سلام يا سلام يا سلام. هي بطريقتين، هي بالقلي وهي شوي بالفرن، انتوا اللي بتحبوا تعملوه. هلا كيف بدكم تبلشوا ما بهم، بدك تاكلوها مع رز، تاكلوها مع خبز، اللي بدكم اياه. انا بحبها هيك يعني بالخبز. شوفوا هالجوسي السمك كيف طالع عصير. تعطوها كمان غمسة من هون وبتقولوا بسم الله. لك الطعمات بتشغل الدماغ قبل ما تنزل اللقمة، ما بتنزل هيك، تطلع هيك. الله 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 الله. لا تنسوا اللايك والشير والتعليق، هذا الشيء مهم جدا. هيك بنكون عملنا سمكة حارة بطريقتين، قلي وبالفرن. شيلوا أصحابكم تنقل لهم كيف نعمل السمكة الحارة الحقيقية الأصلية الساحلية، وحضروا حالكم لنعمل إن شاء الله رز صيادية بالفيديوهات القادمة إن شاء الله.